يلا نعمل أطيب مسيلوقات. يا سلام. بما انه هيدي السنة صايمين المسيحية والمسلمين مع بعض، فاليوم وصفتنا للاثنين وصفة بزيت. اليوم رح نعمل كبيبات مسيلوقات مثل ما نحن بنقلها بالساحل. بدنا هون حطيت انا كباية البرغل وبدي انقعها بالمي. نقعت البرغل بكباية مي وبدي انطر لحتى تنفش عندي حبة البرغل، يعني شي 10 دقايق بتركها على جنب بتكون هي شربت كل المي. وقت بدي ابشر نص بصلة. عرفتوا بأي لهجة عم بحكي اليوم؟ هيدي اللهجة الطرطوسية، بطرطوس بيحكوا بهيدي الطريقة. نشف وشرب كل المي، شوفوا صاروا ما أحلاهم. هلأ بقى بدنا نحط عليهم كباية الطحين وملح وفلفل أسود وفليفلة ناشفة. بصلة، نص البصلة اللي برشناها بدنا طبعا مية البصلة كلياتها بدنا نعجن كتير منيح، وبدنا نضيف مي على حسب الحاجة. شوفوا لي هلأ صارت أحلى. ما بدنا إياها لا سميكة ولا رقيقة، بدنا نقطعهم وسط. وهيدا السلق بدنا نحطه بمي غليانة على النار بهيدا الشكل هيك. تمام. وهلأ بمقلاية حامية على النار بدنا نحط معلقتين زيت زيتون. يعني بس تبل شوي. نجرب نطلع كل المي منه. لبقى دبلت البصلة شوي بدي احط لها ملح وفلفل اسود وسماق. طلع هيك في ريحة بسيطة للسماق. هلا بقى بدي احط السلق. طبعا في ناس هون بتحط عليها لحمة. لهي الكمية بدها 100 جرام اذا بتحبوا تعملوا. صارت جاهزة. وهلأ بدنا نحضر الثوم للصوص. ماء كبيرة ليمون. بدي احط عليه زيت الزيتون. زيت الزيتون هو الاصل بهيدا الصوص. صار جاهز. وهلا على السلق معلقة ملح. وهلا بدي احط الكبيبات. حتى يغلوا شي 5 دقايق بدنا نشيله. شوفوا ما شاء الله ما احلاها. أطيب مسيلوقات جاهزين، لا تنسوا تجربوها وتدعولي. باي.